السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا نعملوا أحلى صينية سمك في الفرن، معايا آآ بصل كده جوليان ومعايا بقدونس ومعايا طماطم ومعايا توم ومعايا فلفل أحمر، ومعايا بقى هنا ملح وفلفل أسود وكمون ورشة بسيطة من الكركم، هاخلطه كل ده مع بعضه، ومعايا بقى الخلطة الأساسية توم وبقدونس وشبت، ومعايا برضه كمون وملح وفلفل أسود وكزبرة، هاخلط كل ده مع بعض وهاخد معلقة من التوم هاحطها برضه فوق الخلطة وهانزل كمان بمعلقة من المستردة بتدّيها طعم خطير يا جماعة، جرّبوها ومش هتندموا. هاخلط كل ده كويس، وبعد كده هاخد بقى كده الخلطة اللي إحنا عملناها بالثوم والكمون والشبت والبقدونس، هاحشي بيها السمك كده من جوّه ومن برّه، وبعد كده بقى هاخد من الخلطة اللي أنا عاملاها دي، هاحشي بيها السمك، زي ما أنتم هتشوفوا كده. هتطلع صينية عظمة يا جماعة، جرّبوها بجد مش هتندموا. هنحشي بقى كل السمك وهنبدأ بقى نرص السمك كده فوق الخلطة في الصينية، وطبعًا الفرن يكون شغال، وهانزل بحوالي يعني نُص كوباية من المَيّة عليها شوية من الزيت، زي ما أنتم هتشوفوا كده، وهادخّلهم بقى الفرن. بُصّوا بسيطة وسهلة وأقل كمان من نُص كوباية من المَيّة، بُصّوا مع شوية زيت كده، بعد كده بقى أحطّهم في الفرن، أسيبهم بقى كده يستووا براحتهم. بصوا بقى الجمال مع شوية بقى رز كده مع شوية فلفل بطماطم مع شوية سلطة بطاطس يا رب الوصفة تعجبك.